في كل ركن من أركان الزمن في قصة مستنية تتحكي. وأنا هنا في بيت الحواديت جاية أحكيلكم حكايات زمان ودلوقتي، حواديت فيها العبرة وفيها الدفء وفيها الحنين. جاهزين؟ يلا نبدأ حكايتنا. من الأيام كان في طفل صغير اسمه كريم، عايش في بيت بسيط وفي قرية صغيرة، بس قلبه كان كبير ودماغه شغالة. كريم كان عنده 8 سنين، ولما مات جده ربنا يرحمه حصلت خناقة كبيرة على الورث. العيلة اتشقلبت والورق ضاع، والناس الكبار قسموا الورث على كيفهم، وكريم وأمه ملهمش غير السكوت عشان ما كانش ليهم حد يقف جنبهم، ووالده كان مسافر ومقطوع عنهم. بس كريم الطفل الصغير اللي شكله ساكت كان بيشوف وبيسجل كل حاجة، كان بيسمع الكلام اللي بتقوله العيلة، وكان بيلقط كل تفصيلة وكل ورقة كانوا بيخبوها، وعقله الصغير حفظ كل حاجة كأنها فيلم. عدت السنين وكريم كبر وبقى عنده 18 سنة، شاب مؤدب وهادي، بس جواه نار، نار الحق اللي اتاخدت منه هو وأمه. وفجأة من غير ما حد يتوقع راح فتح الموضوع تاني، دخل على محامي وحكى له كل اللي حصل من 10 سنين. والمفاجأة كان معاه صور من الورق القديم، كان مصورهم بالموبايل القديم بتاع خاله، وخاتم جده اللي كان شاهد على التقسيمة الأصلية. المحامي اتصدم وقال له انت حافظ اكتر من اللي مكتوب في الورق. وبدأت الرحلة، القضية اتحركت والناس بدأت تتوتر. اللي كان فاكر ان الزمن بينسي اكتشف ان في ولد صغير كان شايل القضية في قلبه. وبعد كام شهر من التحقيقات والمرافعات كريم كسب القضية ورجع حقه وحق أمه بالعافية والصبر والذكاء. الناس كلها وقفت وقالت ده مش ولد عادي، ده ب100 راجل. والقصة انتشرت وبقت ترند على السوشيال ميديا، نرجع حقه بعد 10 سنين. الرسالة: السكوت مش ضعف، واللي ساكت دايما مش ناسي، وممكن اللي شايل في قلبه يكون جاي يرجع حقه بس في الوقت الصح. ودي كانت حكايتنا النهاردة من بيت الحواديت. لو عجبتكم ما تنسوش تشتركوا وتستنوني في الحكاية اللي جاية. أنا دايما هنا عشان نحكي ونسمع ونتعلم من كل قصة. في أمان الله.